إذا نريد أن نعرف العالم، نعرف أمير المؤمنين العالم الآن، بمن نعرفه؟ لن نجد تعريف لأمير المؤمنين. نقول نهج البلاغة، نعم عظيم، لكن في شيء أعظم من نهج البلاغة يعرف أمير المؤمنين. من هو؟ هو صاحب العصر والزمان. صاحب العصر والزمان هو أعظم تعريف لأمير المؤمنين. مو نهج البلاغة. نهج البلاغة علي صامت، تريد علي ناطق، صاحب العصر والزمان. تريد قرآن ناطق، صاحب العصر والزمان. تريد محمد ناطق، صاحب العصر والزمان. تريد آدم ناطق، صاحب العصر والزمان. إبراهيم ناطق، صاحب العصر والزمان. هذه أول خطبة يخطبها صاحب العصر والزمان، هو هذه معناها. وين تريد تنظيرا، لحم مثلج، هذا بحث آخر. تريد شيء حي حقيقي مجسم حقيقي عينية حقيقية خارجية، هو صاحب العصر والزمان. أصلا لن نجد تعريفا دلالة أبين من صاحب العصر والزمان عن أمير المؤمنين. لن يستطيع أحد أن يبين حقيقة أمير المؤمنين. زين العابدين، الصحيفة السجادية عظيمة، زبور آل محمد، لكن صاحب العصر والزمان أبين أعظم لزين العابدين من الصحيفة السجادية. سيد الشهداء، المقتل، الشعائر الحسينية كلها عظيمة، بس تريد واحد يمثل حسين الطف، هو صاحب العصر والزمان. حسين الطف هو صاحب العصر والزمان. نذكر الشعائر الحسينية، نذكر مقتل كربلاء، من دون أن نذكر صاحب العصر والزمان. قد أخفقنا في ذكر سيد الشهداء، أخفقنا وأنقصنا حق ذكر سيد الشهداء. لما؟ لأن سيد الشهداء هو صاحب العصر والزمان. ليس في كل الكتب، في كل الممارسات، في كل الطقوس حسين ناطق كصاحب العصر والزمان. إن شاء الله في شعبان أكو سبحان الله صفات متشاكلة بين سيد الشهداء وولده صاحب العصر والزمان، يعني يشاكل الابن جده. وهلم جرى بقية الأئمة عليهم السلام. تريد لذلك اللطيف أعظم أول خطبة يذكرها صاحب العصر والزمان في الظهور ما هو؟ إن عيني أعظم شيء يجسم يدلل يشهد على كل هاي السلسلة النورية هو نفسه صلى الله عليه وسلم، ليس واحد غيره. لا كتاب، لا كتب، لا تراث، لا وإن كانت عظيمة مقدسة.